يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أقابلكم وأراكم، والحمد لله الآن في بلدنا من كل الكفاءات العلمية والأطباء اليوم خير من وطيبات خير على ذلك. فالحمد لله. كنا في السابق مع أخواننا العرب والآخرين يجي أطباء يسموه الدكتور، بعد ما يسموه الدكتور، لأن كان لقب الدكتور معناه الطبيب قبل. الحمد لله الآن إخواننا خدمونا وخدموا بلدنا، رجالنا ونسائنا الحمد لله الآن في كل المجالات منها الطب. لما تشوف جمع مثل هذا والحمد لله كلهم أطباء في خدمة وطنهم وشعبهم، كما نحن كذلك في دولتنا. هذه مهمتنا، هذه نعمة من الله عز وجل ونتيجة اهتمام الدولة الملك عبد العزيز الأبناء كلهم، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمه الله، أولياء العهود سلطان ونايف، اهتموا الحمد لله بتنمية البلد، ونتيجة الأمن والاستقرار في بلدنا الحمد لله جعل بلادنا وشعبنا يستفيد من كل كفاءاته. في أماكن أخرى كما تعرفون راحت الكفاءات نتيجة الخلافات اللي بينهم. نحن والحمد لله جماعتنا كلمة لا إله إلا محمد رسول الله، جماعتنا الوحدة الإسلامية التي قامت على هذه الدولة. وكما قلت وأقول وأكرر، أكبر شرف لنا هي خدمة الحرمين الشريفين وتأمين الأمن والإمكانيات للحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا ما هو حاصل. وكون ملك هالبلاد يلقب هذا المجتمعين فهذا شرف نعتز به. وعنوان بلدنا كما تعرفون منطلق الإسلام لنزل لغة عربية على نبي عربي في أرض عربية، ومنطلق العروبة، لكن عزنا بالله ثم تمسكنا بكتاب الله سنة رسوله. والحمد لله كما ترون بلد محمد بأمن واستقرار ورخاء ووحدة حقيقية بين أبنائها، نتيجة كما قلت لكم الدولة قامت من محمد بن سعود الدولة الأولى، الدولة الثانية تركي بن عبد الله إلى عبد العزيز، وأنتم تعرفون تاريخه وأبناء من بعده. وأقول الله يوفقنا وإياكم جميعا لخدمة ديننا وبلادنا. والحمد لله مثل ما قلت لكم حجاج بيت الله والمعتمرين والزوار في أمن وأمان، وهذه الحمد لله نعمة كبرى. ثاني شيء قلت لكم أكرر مرة ثانية، استفادة بلادنا ودولتنا وشعبنا من أبنائه نتيجة أن أبناء الآن يخدمون في كل المجالات، كل المجالات. مع نشكر إخواننا من العرب والمسلمين وغيرهم صار معنا، يمكن بعضهم بقي في بلدنا، أهلا وسهلا فيهم. هذه بلد الإسلام والعروبة. أرجوكم التوفيق، وأنا مسرور جدا لمن ألقاكم، والحمد لله. والله يرزقنا شكر نعمته، يبدأ عنا الغرور، يبدأ عنا كل من فيه سوء لديننا ولبلادنا ولشعبنا. وأشكركم على هذا، وإن شاء الله دائما نشوفكم على خير وبركة، لكن نشوفكم كأخوان وأبناء مو كأطباء. شكرا.